لو حد غريب دخل بيتك كسر العفش وسرق الفلوس وسابك ومشي، هل هتشوف الشخص ده كويس ولا هتشوفه مجرم وفاسد ويستاهل يتحاكم؟ طب لو دخلت انت نفس البيت اللي هو بيتك وكسرت كل حاجه، هل في الوقت ده هتكون مجرم ولا هتكون مجنون؟ هتقول لي ايه علاقه ده بمصر والمصريين يا عم؟ انت احنا مالنا ومال الكلام ده؟ اقول لك اعمل لايك واشترك في القناه وتعالى معايا للقصه دي. خلينا نكون منصفين ونبدأ بالمتهم الأول وهو السيستم، وعشان نكون علميين خلينا نبص على الأرقام. أول حاجة منظومة التعليم، إحنا عايشين في نظام تعليمي بشهادة كل التقارير الدولية بيصنف دايما من أضعف الأنظمة. النظام ده مبني على فكرة المكنة، بندخل أطفال عندهم فضول وشغف، بنقعدهم في أماكن مش كويسة ونحفظهم كلام هيمتحنوا فيه وهينسوه بعد اللجنة ب10 دقايق. اتكلمنا في الموضوع ده باستفاضة في فيديو الثانوية العامة، تقدر تشوفه من اللينك اللي في البايو. السيستم هنا مش بيعلمك إزاي تفكر، هو بس بيعاقبك لو فكرت بره الصندوق، فأنت هنا ضحية لنظام بيقتل فيك كل الإبداع من سن 6 سنين. لو رحنا لتاني حاجة وهي تكافؤ الفرص أو العدالة الجغرافية، هتلاقي لو أنت اتولدت في قرية صغيرة في الصعيد أو في الدلتا، ففرصك في الكورسات والشغل والعلاقات والخدمات الصحية مش هتبقى ربع فرص شخص اتولد في حي راقي في القاهرة مثلا. وهتحس إن مسارك الحياتي بيتحدد بالGPS بتاع ولادتك. ومن ناحية تانية لو أنت ابن لواء أو دكتور أو رجل أعمال أو شخص كبير في المجتمع، فهتلاقي الأبواب بتتفتح لك بالريموت. أما لو أنت ابن بواب أو موظف غلبان، فأنت محتاج تهد جبال عشان بس تقف على خط البداية مع غيرك. تالت حاجة قتل طموح الشباب، لو انت شاب وعندك فكرة شركة صغيرة او مشروع مبتكر ومختلف وهتغير بيه حياتك وحياة غيرك، فانت هنا هتخش في حيطة من الاوراق الرسمية والاختام والموظف اللي هيقولك فوت علينا بكرة. الظروف دي كلها بتخلي الطاقة الابداعية عندك بتتحول لطاقة غضب، والنتيجة بتكون ان الناس بتعمل حاجة من الاتنين. اول حاجه انك تشتغل تحت السلم، وفي الوقت ده هتفضل طول عمرك خايف، او هتقرر ان طاقتك دي تطلع بره البلد فتهج من البلد وتدور على فرصه احسن في مكان احسن. في علم الاجتماع في ناس كتير بتدافع عن الفكره دي وبتقول ايه ذنب الفرد لو كان السيستم نفسه معوق؟ فانت لو الطريق كله حفر ومطبات مكسره، ازاي تلوم السواق لو عربيتك عطلت؟ طب تعالى نقلب العملة، وبدل ما نبص في عين النظام نبص في المراية. لو كان النظام هو العائق الوحيد أو الوحش المطلق، إزاي نفس النظام ده بنفس الظروف دي ونفس الشوارع المكسرة بيطلع منه ناس بتنجح؟ ناس بدأت من تحت الصفر وعملت مشاريع بمليارات، أو شباب اتعلموا السيلف ليرنينج وسافروا واشتغلوا في أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أو بنوا بيوت وعملوا حياة ناجحة هنا. ليه دول نجحوا ودول فشلوا لو كانت الظروف واحدة؟ هنا بقى علم النفس بيدخل في الموضوع عشان يديك الإجابة. في بحث نفسي شهير ومستمر لحد النهاردة بيتكلم عن مفهوم اسمه لوكس اوف كنترول أو موقع الضبط والسيطرة. البحث ده بيقسم البشر لنوعين. أول نوع وهو الاكسترنال لوكس اوف كنترول، ودول ناس شايفين إن حياتهم ومستقبلهم محكومين بالظروف الخارجية، حكومة، أهل، حالة اقتصادية، حظ، سحر، أي حاجة ما بتبقاش على مزاجه ودايما مجهز لها جملة وأنا هعمل إيه، البلد ما فيهاش فرص. تاني نوع الانترنال لوكس اوف كنترول، ودول ناس مؤمنين إن رغم قسوة الواقع إن حياتهم وقراراتهم في إيديهم. هم عارفين إن الظروف وحشة بس بيسألوا نفسهم الظروف وحشة إيه المتاح في إيدي عشان أعمله وأغير وضعي. النوع الأول الاكسترنال أو الخارجي ده دايما بيستنى المنقذ، مستني النظام يتصلح ومستني السما تمطر دهب، مستني حد يجي ياخد بايده، ولحد ما ده يحصل هو قاعد على القهوه بيشتكي. اما النوع التاني الداخلي او الانترنال، فده بيتحرك وبيغلط وبيتعلم مهارات جديده، بيترفض 100 مره وبيعدل خططه لحد ما يوصل للحته اللي هو عاوزها. ومشكله جزء مش صغير من مجتمعنا اننا اتربينا على ثقافه الاعتماديه والتواكل، دايما بنقول ربنا يصلح الاحوال، وده دعاء جميل طبعا، بس بننسى ان الايه بتقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فاحنا عايزين حالنا يتصلح بس من غير ما احنا نتحرك خطوه. بنرمي الزباله في الشارع وبنشتكي ان البلد مش نظيفه، وبنغش في الامتحانات ونشتكي من الفساد، بنقصر في شغلنا ونشتكي ان المرتبات قليله. فمين الوحش هنا بقى؟ هل هي الظروف ولا العقليه المعتمده على الشكوى او الضحيه؟ لو حطينا السببين في مقارنه، في علم النفس الاجتماعي في مفهوم اسمه المسؤوليه النظاميه مقابل المسؤوليه الفرديه. الفكره مش ده او ده، الفكره هي ان الاتنين شغالين مع بعض في دايره مقفوله. مثلا السيستم المش كويس بيخلق بيئه محبطه للفرد، والفرد المحبط بينتج مجتمع كسلان وفاسد، والمجتمع الكسلان بيعيد انتاج سيستم اسوأ. فهتلاقي دي دايره مفرغه بتدور ومحدش عارف يوقفها. لو بصينا للنظام في مصر هنلاقيه بيحدد السقف بتاعك، بيخلي الوصول للقمة محتاج مجهود مضاعف مقارنة بدول تانية. ده كله كلام حقيقي، بس السيطرة على جملة انك هتوصل للسقف ده اصلا ولا لأ هي بتاعتك انت مش بتاعت السيستم. لكن ولازم هنا نحط خط احمر كبير جدا، الكلام ده مش معناه ان كل حد مش ناجح هو الغلطان او الكسلان. اكيد لا، في ظروف حقيقيه وقاسيه جدا بتعوق ناس بجد، في فقر شديد، في مرض، في ظروف اسريه، في قيود حقيقيه بتمنع الانسان حتى من انه يفكر. دول اكيد ناس مش مقصرين، دول محاربين بيحاولوا بس يعدوا بيومهم. انا كلامي النهارده مش موجه للي معذور بجد، انا كلامي موجه ليك انت اللي معاك موبايل في ايدك وبتشوفني دلوقتي، وعندك انترنت تعرف تقرا وتكتب، وعندك على الاقل 3 أو 4 ساعات في اليوم ضايعين في السوشيال ميديا او القهوه اللي انت بتقعد عليها. انت اللي عندك امكانيات حقيقيه بس اخترت تعيش دور الضحيه وتستنى السيستم. يا صديقي، الاعتراف بان مصر فيها مشاكل حقيقيه في التعليم والفرص كل الكلام ده مش كلام يائس، ده تشخيص للواقع.
والإقرار بإننا فينا كأفراد عيوب وعقلية توكلية وتكاسل، ده مش هجوم علينا، ده مواجهة مع النفس. الوحش الحقيقي مش مصر كنظام ومش المصريين كناس، الوحش الحقيقي هو الفكرة الصنمية اللي بتقول إن في طرف تاني هو المسؤول عن حياتك بنسبة 100%، فكرة إنك مغلوب على أمرك دايما ومفيش في إيدك أي حاجة تعملها. لما تفهم وتستوعب إن حتى لو كان السيستم مسؤول عن 70% من المعوقات، فأنت لسه معاك 30% حرية حركة وسيطرة. استغلالك لل 30% دول هو اللي هيصنع لك الفارق بين حياتك وحياة الشخص اللي قاعد جنبك بيشتكي. الحل مش هيبدأ لما البلد تتغير لوحدها، الحل بيبدأ لما تغير موقع السيطرة جوه دماغك، وتبطل تسأل سؤال هم ليه بيعملوا فينا كده، وتبدأ تسأل سؤال أنا هعمل إيه باللي في إيدي دلوقتي. القرار في النهاية في إيدك أنت ولا في إيد ظروفك؟ شاركني برأيك في التعليقات، انت شايف مين الوحش الأكبر في تجربتك الشخصية؟ وما تنساش تعمل لي لايك واشترك في القناة عشان نكبر دايرتنا، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.